السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل الجبنة الدمياطي او الاسطنبولي في البيت، طريقة موفرة وسهلة واقتصادية. طبعا الجبنة في البيت هتبقى انضف بكتير من بره، وكمان مش مغشوشة، مضمونة يعني. هنبدأ نعملها مع بعض، بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة بقى هنجيب 3 كيلو من اللبن، تقدروا تزودوا عن 3 كيلو براحتكم، وتنقصوا برضو عادي. 3 كيلو من اللبن الجاموسي الفريش، او الحليب عشان في الدول العربية بيسموه الحليب. ونحطه في حلة كده، احنا مش بنغليه، احنا بس بنحطه في الحلة وبعدين نرفعه على النار بحيث ان هو يدفى، يبقى يديني درجة حرارة كده من 35 ل 40 زي دمعة العين. بس كده، مش بنزود عن درجة الحرارة دي. ونعرفها ازاي؟ بنحط كده ايدينا، يعني صابعنا كده، نشوف لو حسينا انها دافئة، يعني صابعي يستحمله يبقى خلاص. او لو عندك ترمومتر طبعا يبقى من درجة حرارة 35 ل 40 درجة. بحط عليه 3 معالق من الملح، 3 معالق كبار، بحيث ان كل كيلو عليه معلقة ملح. والملح كده ما تخافوش، يعني بيبقى مظبوط، مش حادق ولا حاجة. بعد كده بنقلبه كويس جدا بحيث ان الملح بتاعنا يدوب. وبعد ما نخلص موضوع الملح ده ونخلص هو دافي زي ما احنا عايزين، نبدأ نطفي النار ونحط عليه 3 معالق من المنفعة. ولو المنفعة مش ضامنينها بنحط يعني ايه، بدل 3 معالق نحط 5 معالق يعني، او 6 معالق. بس هي 3 معالق معايا بتكفي، المنفعة مضمونة. والمنفعة دي بتيجي من عند العطار ومحلات العطارة الكبيرة. كده انا هسيبهم ساعتين. بعد ساعتين بصوا لقيتها اتجبنت ما شاء الله عليها. بقت عاملة زي الزبادي كده. قطعتها بالسكينة عشان بتنزل لي شرش. بعد كده بقوم جايبة مصفى، واقوم جايبة صينية واحط فيها المصفى، وبس برفعها بحاجة كده بحيث انها تنزل مية، تنزلها في الصينية. وابدأ احط بقى ايه اللبنة بتاعتي اللي اتكونت دي، احطها في الشاشة. آم، ما شاء الله عليها. هي طبعا اتجبنت كده نتيجة المنفعة اللي انا حطيتها. تقعد ساعتين فيها وتلاقيها اتحولت، بقت زي ما انتم شايفين كده. هتنزل ميتها او الشرش بتاعها. هسيبها من بالليل للصبح. بس بقوم مغطياها كده وحط عليها تقل بحيث انها تتكبس كمان معايا وتنزل المية بتاعتها. بعد كده هرجع الاقيها بقى خلاص كونت الشرش بتاعها كله، نزل اهوت. شوفوا ما شاء الله، ادتني شرش كتير جدا، وادتني برضو جبنة ما شاء الله عليها. الشرش ده على فكرة بنحفظ بيه الجبنة، وفي نفس الوقت احنا ممكن نستخدمه في حاجات تانية كتير، يعني ممكن نستخدم في المعجنات وحاجات كتير. بعد كده بناخد الجبنة نقطعها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. ونجيب بقى اكياس تلاجة ونغلفها، ونحطها في اي علبة. ممكن اسيبها مثلا لرمضان، ممكن اسيبها شهر كده تقعد في الشرج، هتبقى طعمها احلى. وممكن تتاكل على طول برضو زي ما انتوا عايزين. ادتني ال3 كيلو ادوني 800 جرام، انا وزنتهم لقيتهم ادوني 800 جرام، فما شاء الله يعني كمية كويسة. هنبدأ احط عليهم الشرش كده عشان احفظهم واحطهم في التلاجة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بتخلي الجبنة تعيش اكتر وبتدي طعم احلى. وكمان احط عليهم فلفل اخضر لو انتوا عايزين، او فلفل حراق يعني، بحيث انها تديها طعم. دي براحتكم انتوا. وبكده الوصفة بتاعتنا تكون خلصت. ما تنسوش تعملوا لي لايك، سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتدعوا لي دعوة حلوة من عندكم، وتدعوا لمازن ابني بالرحمة ان ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.